السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في فيديو جديد. كل مره متعودين ان واحد من صحابنا بيكون هو راعي الجدول، المره دي راعي الجدول علي حسن. والله لا على الجدول ده. انا اول واحد قال على الجدول ده. قال على الجدول قبل سنه. هو لا السنه فاتت، بس السنه دي علي حسن هو اللي كلمنا الصراحه وقال انا اجرت المركب خلاص. فاحنا دلوقتي رايحين نركب مركب في النيل. النيل ايه؟ النيل. المهم يعني يا جماعه علي حسن كلم الراجل واحنا رايحين نركب مركب في المحيط خليج ايا يكن. المهم يا جماعه المركب الساعه فيه ب 150 درهم واحنا هناخده هيودينا جزيره اسمها جزيره القرش تقريبا. المهم احنا هنروح نعوم هناك. ده بيكلم الراجل اهو. خلاص انا يوصل منك سوي اتصال مشان انت. احنا دلوقتي على الكورنيش دوت مدرج خرفكان موجود على 5 درهم. خرفكان دخل التاريخ يا جماعه خلاص. وهيجي عندنا الشلال. سنه طيب اطلع سمير بس نفتح الشباك. شوف المدرج. مد يا سمير. ده نادي خرفكان كنت بلعب فيه وانا صغير. يجي الشلال دلوقتي. فلوس ايه؟ عد يا علي عد 150. المهم يعني هم مش هينزلونا البحر من غير الهويات ها؟ وبحر ايه؟ مش هيعدونا من المينا من هنا غفر السواحل. لما مركب بتطلع من هنا لازم بيشوفوا هنا بقى مين اللي طلع عليها والبتاع والاوراق بتاعته وكده. ده سوق السمك ودي المينا. بس كنا بنيجي هنا نصطاد سمك وفي ناس بتصطاد اهي. راعي الطلعة يا شباب، راعي الطلعة. ده شاشة البترول بتاعتهم بيلعبوا بيها القوارب بتاعتهم. دي مراكب الصيد تمام، بيكون شكلها كده. مراكب النوسة بيكون في اخر مشاية بتكون ملونة عليها لايف جاكيت عليها حاجات. انما مراكب الصيد مفيش الكلام دوت. وصلنا القارب بيسموه طراد هنا في الامارات على فكرة. هينزل لنا دلوقتي مش عارف المفروض هيقرب البتاع ده عشان يلا يا علي ها خش انطلق. لا استنى هو قربوا دلوقتي. اسمه مستقيم. انا عايز اسوق دفع امتى؟ انا عايز اسوق. لا اصبر بس كده تقلقش بصورك. البس يلا اصبر. هو يفكهولك يا اخي. مربوط هو ربطه بالحبل. اصبر اوكي هو يديهولك دلوقتي. هيديك توقع الاول. لازم توقع على احكي التفاصيل. عشان لو مت هو مش مسؤول عن اي حاجه. لو لا يا عم تقريبا لازم يكتب اسامينا ويكتب الحاجات فاهم. كله سجل ها؟ كله سجل. هذا هوية رقم هذا نعم ناشوناليتي. اوكي يلا اكتب هوية رقم الهوية. نلبس دلوقتي وزعوا علينا. بس اسكت. علمهم التعليم ها. اشرح لهم زي الطيارة. باراشوت 100 صح؟ بتاخدوا تقفلوا كويس. عموما انا بعرف اسبح من غير احسن. ارجع لورا. يجي مني انت بس اي حاجه مش شرط يعني. انت كده لو ما بتعرفش تسبح هتموت. بس خلاص هو ربط. يلا جاهزين؟ عشان ما تطيح لا طاحت خلاص كنسلنا من هذه الحياة. ايه مقلوب ولا؟ الراجل دلوقتي بيسلم هوياتنا للمركز علشان يوافقوا ان احنا نطلع. هو لازم اي حد طالع البحر لازم يسلم هويته ويتكلم ويعمل كل حاجه. بس مستنيين بقى في الميه. خلصنا الاجراءات دلوقتي وخلاص انطلقنا. دي المينا يا جماعه، دي مينا خرفكان بجد. كان نفسي اجربها من زمان. ده الوشانك كل ده كورنيش خرفكان. مش عارف اتحكم. وصلنا يا جماعه.
حاطين هنا سلة زبالة عشان ما توسخش الدنيا. تقعد سمير. يا ورا المينا تقريبا. رمى البتاع دوت تحت. المفروض ان احنا مش عارف بقى هينزلنا نمشي على رجلينا ولا هيوصلنا هناك. لسه مش مجمع هيعمل ايه الصراحه. وصلنا اخيرا. ما كملناش 10 دقايق يعني في البحر او 15 تقريبا. بس هي جزيره فعلا، حته صغيره كده لوحدك. المفروض بقى يا هنلف يا هنعوم. بس انا اعتقد العوم هنا في صخور كتير، نلف احسن. كلها صخور يا جماعه. اوبا شايف انت واقف تحس انك واقف على سكاكين. بس ده هي دي ما فيهاش حاجه ثانيه، ده حته رمله وجبل. خلصنا. المهم يعني الجزيره ما فيهاش اي حاجه، هي دوبك الرمله وسلتين الزباله دول، واكيد في بلديه تيجي تشيلهم بس، والصخر دوت. ننزل بقى نعوم خلاص. مفيش اي حاجه تتعمل هنا ثانيه، لان بقى لو هتشوي او هتعمل حاجه او هتروح اي جزيره ثانيه او جزر، في هناك بيت اهو بس مش عارف ده. بس ننزل نعوم بقى دلوقتي، نطلع نكمل بقيه الرحله. المهم يعني احنا كده خلصنا الرحله، بس في سلطعانات هناك على فكره. خلاص لا حد يقعد الشباب الحلوه والمكان يا جدعان يعني صح. تليفونات نعال اي شيء تقول لكم. ايه يلا نروح عليك خلاص. صبر. ايوه بس خلونا صورنا يا جدعان. صور مكان، صور مكان. مستقيم عمل معانا الواجب. داخل جزيرة ماي في نظيف، في داخل ماي مرجان، كل شيء في اندريد انجلش. تعال مني سبي باربيكيو، سبي انجلش وهسه ننسى بعدين سويمينج بعدين ننسى. خلاص يا جماعة كده شرح لكم ايه اللي هيحصل كله. احنا طلع يا جدعان. لو نزل هنا نعرف نجيبهولك ما تقلقش. خلاص وصلنا المينا، بس انتهت الرحلة. كان يوم جامد الصراحة وكانت رحلة حلوة، أول مرة أجربها. أنا معايش هنا كتير، كل مرة كنا بنظبط جدول مع الشباب بس كنا صغيرين، فكان لازم أهالينا معانا. المرة دي خلاص اعتمدنا على نفسنا وكبرنا بس. نهاية الرحلة يا جماعة، خلاص وصلنا على المغرب. رأيك؟ 200 طب الطب 10 على 10. حلو، جربنا شيء جديد يعني. صراحة يا جماعة من الحاجات اللي كان نفسي أجربها من زمان، بس زي ما قلت لكم كنت صغير، دلوقتي كبرت خلاص نقدر نروح المواشير دي لوحدينا. وكانت خروجة 200 فعلا. أتمنى نجرب حاجة جديدة زي دي تاني.